لو قدامي اقسم بالله ما اطعمه. خذ ابو خذ ابو. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في فيديو جديد على صفحة الزاوية اليمنية YCS. في فيديو اليوم ستكونون مع العديد من التحديات المختلفة والجوائز القيمة، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير إن شاء الله على الجميع بإذن الله. معي لك تحدي، إذا نفذتيه بتحصلي على جائزة سواء مالية أو عينية. إن شاء الله. التحدي هو أشتي تتصلي لأمك تمام. أو أختك أو زوجك أو أي شخص وتقولي له أنا في ناس جابوا لي 50,000 ريال ويشتوا مني أحرق العلم الفلسطيني، وتشوفي إيش حتكون ردة فعله. تمام؟ بس ترتوني الآن مع بالك هم. أيوة، أشتي كأنك أنت خلاص مقتنعة أنك هتحرقي العلم الفلسطيني. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. يا مرفت، نعم. حصلت الآن ناس بالشارع. ارفعي الصوت ارفعي الصوت. علي؟ حصلت ناس بالشارع ايوه. جابوا لي 50,000، اها. قالوا لي احرقي علم فلسطين. وتعملي؟ احرق علم فلسطين. اها. اخذ 50 الا لا. والله ما جعل ضميرك، كيف يعني كيف 50,000 حتى والله مليون الدنيا. هلا علم. ولو يعني خلاص ضاع، ما انت قاعدة ناسك انك كافر. لا والله. ليش كافر من ايش؟ 50,000 هم الله ينصرهم. امشي نديري كومبلين. شقيب انت 50 ايه. ما حرقوش؟ لا. تأكد؟ والله. هذه هيانة يا اختي، هيانة. إهانة لليمنيين. والله. خلاص ما عاد قدرت اتكلم. خلاص يلا مع السلامة. مع السلامة. أنا قدنيني متأثر مع بالك يعني. أنا قدنيني متأثر مع بالك يعني. رغم إني أرملة يعني ايش تقول لي عادي 50,000 جيب 50,000 لي وليك، يعني أرملة زوج معاها عيال. الصدق فعلا إهانة لنا نحن اليمنيين، مع بالك أصحاب فلسطين نحن يوميا نتأثر عليهم والله. دعواتنا بكل فترة على أصحاب فلسطين لما نفطر شوف أصحاب ما حصلوش اللقمة عشان الأكل، مع بالك 50,000 طز بال50,000 طز بالملايين والله. فداء لفلسطين أرواحنا. أقسم بالله يعني كان موقف يعني من أختك موقف رائع جدا ومشرف لنا، وأعتقد أي يمني وأي يمنية موقفه هكذا، صح ولا لا؟ أكيد أكيد. نعم. الآن بنجيب لك جائزة حسب اختيارك. الآن اختاري ورقة من هؤلاء تكون حسبها جائزتك. خلي بنتي تختار. شيلي يا فرحة ورقة. وهذه هديتك. دعواتك كلها أصحاب فلسطين. افتح السبيكر وحاول تستفزه. الو يا علي، السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. ايوه اخبارك؟ اخبار خير نحمد الله. هذا التولية 100,000 قالوا احرق علم فلسطين، وش رايك؟ ما تفعل احرق علم فلسطين. يا عزاء على رجالك، يا عزاء رمي على دقنك. ما هو 100,000 100,000. انا ادي لك 100 بدل ال 100. ما تدي لي 100 بدل ال 100؟ والله انا ادي لك 100. وينك؟ وين انت؟ يا اخي انا في هاي الحين تولي 100,000، التوالي نقد، دولة 100,000 نقد. يا اخي انا حقول لك بال 200 الحين، ما رايك؟ ليش انا علم انا ادي احرقه وها وتخرجنا وبزلنا ال 100,000 ورحنا. ان تحرق فلوسهم كلها، ما تحرق شو العلم، انت تحرق قد ما تعالوا بهم. يا اخي ما قال لك تحرق علم، والله انك تحرق لو قدامي اقسم بالله ما اطعمه. ما قال لك تحرق علم، والله انك تحرق لو قدامي اقسم بالله ما اطعمه. خذ ابو. قلنا علم لا ما فيش حاجة نخبط أبوه ولا شيء. نحرق العلم وبزل 100,000 وأتي لك 50,000 جنبي. من هذا الذي خايرك واخفض عاده او انهيه اطعمه. واش كلمة تخفض؟ ماشي يا غلا اخفضه. كذا ماشي، لا تعرف وسطنا، لا تعرف السوق ولا عاد والله لا تحرك انك من تلفوني، لا تحركني. سابر يلا سابر. لو سمحت بكلمك. يلا جاء. ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. استحسنت موقفك يا أخي، هذا كان مقلب. إي والله أنك قلت كلمة تسوى 1000 كلمة. استحي على رجالتك، هولهم رجال اليمن. كسبت معنا جائزة مقدمة من الزاوية اليمنية، مبارك عليك. هذه 50,000. أنا أشتغل عنك وعلى الصور اللي من داري. كيف ما أحرقه ولا ما أحرقوش؟ كيف ما تمد لني؟ لا لا تعرفهاش. 50,000 شندلي أنت 50. يلا مبارك عليك الجائزة. شكرا لك، في أمان الله. دي لك تحدي، تمام؟ إذا نفذت بتاخذ عليه جائزة. التحدي إنه تتصل لأي شخص تفضل تقول له في أشخاص وفروا لك فرصة عمل لمدة 3 أيام تدعم فيها المنتجات، تروج فيها المنتجات اللي بتدعم الكيان الصهيوني، تمام؟ وبتكسب عليه مبلغ قدره 100,000 ريال. على طول نصلى عند اخر الكبير ونسر تدفع له. يلا تمام. الآن على طول افتح السبيكر وحاول تستفزه وسمعنا ردة فعله. على طول نسر تدفع له. اخي والله لو اريد اقول لك وزنك ذهب وبتشتغل ناس فلسطين. انت رجال ومات. كيفه؟ ناس تشتغل ضد فلسطين. كسوة عتاو كسوة وزالت وذيه. والله لو انت وزنك ذهب تشتغل ضد فلسطين. ما بتدري ما تفعل في غزة. لكن عتاو كسوة وذيه وكل شيء. كم تشتري كم تشتري وين انت كم تشتري وينك؟ هم عتاو 300,000. أدي لك 400 والله ما بصير اطلب وينك. أدي لك 400 والله ما بصير اطلب وينك. يا اخي لا تطلبش كذا عتاوهم. كيف ضروري ان تتحكم انك صدق وضعك الله؟ لا بين اقول لك صدق لقيتها الناس وذا احنا اشتغل ما رايك. لا تشتغلش والله لا اقطع معرفة بك ولا احسب انك رجع. اقول لك زاد 3,000 دولار انداري كم 3,000 دولار غيرك بيجحفها بالملايين. سير اشتغل يا اخي. لا انت لا يدير حسك بعد الزمن. لا انا خليك مع فلسطين يعني جهاد استكشاف. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تسلم يا أخ على موقفك الشجاع والقوي. طبعا هذا كان مجرد تجربة اجتماعية، وأعتقد أن هذا مش موقفك بس، هذا موقف كل المجتمع اليمني، صح ولا لا؟ نعم وانا قصة الشهداء صاحبي اكبر فائد عندي وما صدت فلوس على الموقف هذا. جزاك الله خير، وهذا هو موقف اليمنيين جميعا. شكرا جزيلا لك. استحسنا موقفك، وهذه الإجابة اللي كنا نتوقعها، ولك جزيل الشكر. في أمان الله. هذا هو شعب اليمن، إجابة موحدة، أرواحنا فداء لفلسطين. مبارك عليك الجائزة، ألف مبروك. ومعك هدية ساعة مقدمة من الزاوية اليمنية. أوجه رسالة. أول شيء أقول لهم رمضان كريم، وثاني شيء قضيتكم ورب محمد إني تمشي في كل عرق يمني وكل طفل يمني وكل رجال يمني، لو ما يخرج آخر صهيوني من بلاد القدس المحتلة الشريفة. النصر آت لا محال. عاشت فلسطين حرة، عاشت فلسطين حرة إن شاء الله بإذن الله.